لو دماغك ما بتسكتش، لو بتفكري زيادة، ولو الصوت اللي جواكي دايما بيقولك ان انتي مش كفاية، ان انتي هتفشلي، ان انتي غلطانة، يبقى اكيد بتفكري بطريقة غلط. احب اقولك حاجة مهمة جدا، ان دي مش شخصيتك، دي انماط تفكير سامة اتعلمتيها. والنهاردة في الفيديو ده هعلمك ازاي تكسري التفكير ده خطوة بخطوة، غير علاج طويل ومن غير تعقيد، بأدوات نفسية بسيطة تقدر تساعدك وتديكي الحلول. لو كملتي الفيديو لحد الآخر صدقيني دماغك مش هتبقى زي الأول. التفكير السام مش إنك بتفكري كتير، التفكير السام إن دماغك بتفسر الواقع بطريقة مش دقيقة، بطريقة مش حقيقية، إنك بتصدقي الأفكار اللي جوه دماغك، بيديكي نسخة مشوهة من الحقيقة. ده بسبب الكوجنيتيف ديستورشنز أو تشوهات معرفية، ودي طريقة تفكير غلط اتعلمناها من التربية، من علاقات، من صدمات، من ضغوط طويلة في الحياة. التشوهات دي بتخلي ان كل اللي بتفكري فيه جوه دماغك صح. في أفكار بتطلع اوتوماتيك، أفكار دي بقى تقهرك، تقلل منك، تخوفك، وتخليكي تحسي إنك أقل من غيرك. في أفكار عبارة عن أخطار، إنك فاكرة إن ده صوتك أنتي، بينما في الحقيقة ده اسمه التشوهات الفكرية أو تشوهات نفسية اتبرمجت جوه دماغك مع الزمن. طب يعني إيه تفكير سام وتشوهات معرفية؟ التفكير السام إن دماغك بتفسر الواقع بطريقة مش دقيقة، مش حقيقية، وبتديكي نسخة مشوهة من الحقيقة. سبب التشوهات المعرفية أو الكوجنيتيف ديستورشنز دي طرق تفكير غلط اتعلمناها من تربية، من علاقات، من صدمات، من ضغوط الحياة الطويلة اللي بتقع علينا. من أخطر التشوهات المعرفية بالذات عند الستات حاجة فيهم التفكير الأبيض والأسود، يا إما ناجحة يا إما فاشلة، أبيض يسود. فمثلا بوظتي حاجة يبقى أنت أكيد فاشلة، اتأخرتي يبقى أنت دايما متأخرة. الحقيقة إن الواقع مش كده خالص، وإن الحياة درجات مش يا إما. خطأ بنعمله هو التعميم المبالغ فيه. لو غلطت يبقى أنا كل مرة بغلط، لو بخش موقف باظ يبقى حياتي كلها باظت. مثلا ولا مرة بنجح، دايما بيخذلوني. هنا عايزاكي تقفي وتسألي نفسك، هي فعلا ولا مرة؟ هي فعلا ولا مرة ولا المرة دي بس؟ رقم 3، قراية أفكار الناس اللي حواليكي. أنا عارفة هما بيفكروا في إيه، مثل شائع وكلنا بنقع فيه. أكيد مثلا شايفيني غبية، واضح إن هو زهق مني. حقيقة محدش شايفك أي حاجة خالص، انتي بس اللي شايفة نفسك. انتي مش جوه دماغ الناس، دي دماغ انتي بتحاولي تشوفي هما شايفينك ازاي، لكن للأسف دي الطريقة اللي انتي شايفة نفسك بيها. رقم 4، التهويل والكارثة. أسوأ سيناريو على طول، غلط صغير يبقى مستقبلي ضاع، لو خناقة يبقى العلاقة انتهت. هنا تقفي وتسألي نفسك سؤال مضاد، ايه أسوأ حاجة واقعيا ممكن تحصل، وايه أكتر حاجة غالبا هتحصل؟ رقم 5، جلد الذات. الله على جلد الذات، أكتر حاجة بنحبها بالذات إحنا يا ستات، السبب في كل حاجة. مثلا لو كنت أذكى ما كانش حصل كده، أنا دايما غلطانة. حقيقة إن أنتي ولا دايما غلطانة ولا أي حاجة، وكلنا بنغلط وده طبيعي. إن تحمل المسؤولية حاجة وتحمل الذنب حاجة تانية خالص. إنك تقولي أنا كنت ممكن أعمل ده بطريقة مختلفة، غير إن أنتي تجلدي نفسك على إنك اخترتي التصرف ده، فرق كبير قوي. رقم 6، التقليل من الإيجابيات. أي إنجاز بتعتبريه عادي، وأي تعب ملوش أي قيمة عندك. مثلا إن أي حد كان هيعمل كده، مش حاجة كبيرة يعني، وتفضلي بقى تقولي لنفسك الكلام ده، أنا عادي، أنا مبعرفش أعمل أي حاجة. تمرين هنا، لو صاحبتك عملت اللي انت عملتيه ده كنتي فعلا هتقولي لها إيه؟
كنتي هتقولي لها نفس الكلام ده ولا كنتي على الأقل هتهنيها إنها حاولت؟ رقم 7، عبارات الإلزام والمفروض. لازم أبقى قوية، مفروض إن أنا أستحمل، لازم أتصرف بالطريقة دي. والحقيقة إن مفيش حاجة بتلزمك لأي قرار نهائي، وإن كتر الإلزام بيكتم النفس وبيخليكي مش قادرة تتنفسي ولا عارفة تفكري بحكمة. طيب دلوقتي بقى هنعمل إيه علشان نكسر كل التشوهات دي؟ أول حاجة طبعا هتجيبي كراسة الشهيرة بتاعتك، أظن إنك حفظتي بقى دلوقتي. تقنية رقم 1 إنك هتسمي التشوه. دي قراءة أفكار، ده تعميم، ده جلد ذات، ده تنبؤات، ده قراية الأفكار، لأن الوعي أول كسر. فأول ما هتدي اسم للفكرة اللي جواكي هتعرفي إنها خطأ ومش حقيقة. رقم 2، اكتبي الفكرة واسألي فين الدليل. هل دي حقيقة ولا ده مجرد إحساس؟ هل في تفسير تاني؟ هل لو حد تاني في موقفي ممكن يشوف الموقف بشكل مختلف؟ رقم 3، هدي طريقة كلامك لنفسك. بدل كلام قاسي زي أنا فاشلة، حاولي إن انتي تكلمي نفسك بطريقة أحن شوية. قولي مثلا أنا اتعلمت من تجربة صعبة، أنا بمر بظروف مش كويسة، أنا موجوعة دلوقتي فطبيعي إن أفكاري كلها متلخبطة. 4، خلي جواكي صوت أم حنينة. لو بنتك قالت الكلام ده عن نفسها، كنتي فعلا هتحاسبيها بالطريقة دي؟ كنتي هتجلديها بالطريقة دي؟ مهم قوي 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 ان احنا نبقى رؤفاء مع نفسنا، نبقى حنينين مع نفسنا. دماغك مش عدوك، دماغك متعلم بيخاف. وكل ما تشوفي الفكرة وتفككيها وتكتبيها قدام عينيكي، كل ما هتعرفي تحلليها بطريقة أدق. دي خطوة ناحية نفسك الطريقة دي. فكل ما هتمشي خطوة كل ما بتقربي من نفسك أكتر. فكرة أنا عاملالك إيبوك علاجي في كل التشوهات دي مع تمارين من مدرسة السلوك المعرفي علشان تتغيري خطوة بخطوة، تقدري تشتغلي على نفسك كأنك في جلسة بالظبط. ولو محتاجة دعم مباشر، جلساتي كلها أونلاين ومتاحة. هتلاقي اللينك تقدري تتواصلي معايا إزاي تحت الفيديو.